لو فاكر انك شفت كل حاجة في عالم الرعب يبقى استنى الملخص ده. إد ولورين راجعين عشان يقفلوا ملف الرعب بتاعهم، لكن المرة دي الشر قرر يدخل عليهم البيت. في سنة 1964 بنشوف إد ولورين وهم لسه في عز شبابهم ورايحين محل تحف. في ست مصدقة ان كيان شرير هو اللي خلى ابوها ينتحر في المحل ده. لورين كانت حامل في ايامها الاخيرة في جودي، ولما دخلت لجوه عينها وقعت على مراية عليها 3 وشوش منحوتة، ودي بقى مصدر الشر. مجرد ما لورين لمست المراية بيظهر فيها شرخ صغير، ووشها في الانعكاس بيبتسم ابتسامة شيطانية مرعبة. بتشوف لورين كام رؤية كده على السريع، وفجأة بيجيلها وجع ولادة شديد جدا. بيجري إد بيها على المستشفى والدكاترة بتشتغل عشان يخرجوا البيبي. لورين بتشوف كيان المراية ده حواليها في الأوضة بيحاول يوصل لها. البيبي بتتولد وبتكون ميتة. لورين وإد بيبدأوا يدعوا ربنا بكل قوتهم ويصلوا صلاة يائسة لحد ما البيبي بتعيط فجأة. بيرتاحوا ولورين بتسميها جودي. بداية مرعبة، بس لسه الرعب الحقيقي مستني جودي بعد سنين. بننقل المشهد بسرعة وبنشوف إد ولورين وهم بيربوا جودي، وهي طفلة بتيجي تجري على لورين وهي مرعوبة عشان بتشوف أرواح في البيت. لورين بتعلمها أغنية لوسي لوكيت كطريقة تساعدها تبعد عنها القوى الشريرة. بننقل على سنة 1986 في بنسلفانيا. بنتعرف على عائلة سموريل اللي بتتكون من الأب جاك، الأم جانيت، وأهل جاك جون وماري، ومعاهم البنات هيفر، دون، شانون وكارين. العيلة بتحتفل بتعميد هيفر وعيد ميلادها. جون بيجيب هدية لهيفر مراية أثرية، ودي طبعا نفس المراية اللي شافوها إد ولورين زمان. هما بيقطعوا التورتة وفجأة اللمبة بتقع من السقف على الترابيزة وبتجرح هيفر في راسها. هنا بيظهر كلام على الشاشة بيقول إن إد ولورين بعد سنين طويلة من التحقيقات كانوا فاكرين إنهم شافوا كل حاجة، بس القضية دي بالذات هي اللي هتكون سبب ختام مسيرتهم. إد ولورين دلوقتي واخدين أجازة من قضايا الأرواح وبيكتفوا بمحاضرات في الجامعة. بيتعشوا مع جودي اللي كبرت وواضح إنها لسه بتشوف الأرواح، ولورين بتلاحظ ده في المطعم. في بيت سموريل الحاجات الغريبة بتبدأ. جانيت بتكلم في التليفون وفجأة السلك بيتسحب لجوه الدولاب. شانن بتشوف لعبة من لعبها بتتحرك لوحدها وبعدين بتطير لفوق، وبتشوف وش عجوزة مخيفة بتضحك فبتصوت وتجري مرعوبة. البنات بيخافوا من المنحوتات اللي على المراية وبيقرروا يرموها في الشارع عشان عمال النظافة ياخدوها. الصبح وعمال النظافة بيدوسوا على المراية في العربية، دون بتتصاب فجأة وبتجيب دم وحاجة شبه الزجاج من بقها وبيودوها المستشفى. إد بيروح للدكتور اللي بيحذره من صحته وإن في خطر إنه يجيله إزمة قلبية تانية. بعد كده بيرجع البيت عشان يحتفل بعيد ميلاده اللي لورين عاملاه. جودي قايبة معاها خطيبها توني سبيرا اللي بقالها 6 شهور معاه. الأب جوردن كمان بيحضر وبيقول للوارنز إن عيلة سموريل بتحاول تتواصل معاهم بس هم لسه واخدين أجازة. جودي لسه بتشوف رؤى زي أمها وبتتصادف مع أنابيل والعجوزة المخيفة اللي شافتهم شانن. توني بيجي يكلم إد ولورين عشان ياخد بركتهم قبل ما يطلب إيد جودي للجواز. لورين بتكون طايرة من الفرحة، بس إد شايف إن الموضوع لسه بدري. بس جودي بتشوف الخاتم وإد بيسيبه يطلب إيديها وهي بتوافق ومبسوطة جدا. يا ترى هل هيلحقوا يفرحوا قبل ما الشر اللي بيتربص بيهم يهدب خطوبتهم؟ في بيت سموريل الأب جاك مش مصدق أي علاقة بين اللي بيحصل لدون وأي حاجة تانية غريبة. بالليل حاجة بتخلي جاك يطير فوق سريره. جانيت بتنزله بالعافية، وفي نفس الوقت شبح راضل ماسك فاس بيحاول يهجم على هيذر. العيلة بتضطر تروح للإعلام عشان تحكي قصتها، والقصة بتنتشر وبتعمل ضجة كبيرة. لورين بتاخد جودي عشان يجيبوا فستان الفرح. اللي بتساعدهم بتسيب جودي لوحدها في أوضة البروفات وهي مليانة مرايات. جودي بتحس إنها مخنوقة وفجأة بتلاقي شبح العجوزة المخيفة تحت فستانها. لورين واللي بتساعدهم بيدخلوا بيلاقوا جودي واقعة في الأرض وعندها نوبة فزعة. الأب جوردن بيروح يزور عيلة سمرول بنفسه بعد ما شاف قصتهم في الأخبار. بيكلم جانيت وبينزل القبو وبيرش مية مقدسة فبيطلع دخان من على السلم. بيروح بعد كده للكنيسة عشان يحاول يساعد سمرول، بس الكيان الشيطاني بيطارده هناك وبيخليه يمسك سلك مكنسة ويلفه حوالين رقبته وينط من بلكونة وينتحر. إد ولورين بيعرفوا بموت الأب جوردن وبيزعلوا جدا. في الجنازة جودي بتلمس التابوت وبتشوف رؤية. بتسأل كاهن تاني عن المكان اللي مات فيه الأب جوردن فبيقول لها في بنسلفانيا. جودي بتختفي فجأة وإد ولورين وتوني بيقلقوا عليها وبيستنتجوا إنها راحت بيت سمرول. لما بيوصلوا عشان ياخدوها بيكونوا جاهزين يمشوا، بس جودي بتنجح إنها تقنعهم إن عيلة سمرول محتاجة مساعدتهم. إد ولورين
بيقعدوا مع عيلة سمورل عشان يفهموا ايه اللي هيعملوه. إد بيعرف من توني انه ساب شغل البوليس بعد ما شاف حادثة عنيفة، وانه قرر يتجوز جودي بسرعة نتيجة لده. لورين بتفحص البيت وبتعرف ان ست وبنتها اتقتلوا فيه على ايد جوز الست اللي هو شبح راجل الفاس. لورين بتشك ان في كيان اكبر بيستخدم ارواح الراجل وضحاياه عشان يتغطى وراهم. جودي بتتسحب ناحية الصندرة وبتلاقي المراية سليمة. بتشوف أنابيل وهي بتكبر لحجم عملاق وبتجري وراها في البيت لحد ما ترجع لأهلها. إد ولورين بيتصدموا لما بيعرفوا إن دي المراية اللي شافوها ليلة ولادة جودي. إد بيحكي لعيلة سمورل عن علاقتهم بالمراية وظروف ولادة جودي، وبعدها بيوافق إنه يساعدهم يطردوا الشر ده من البيت. إد وجاك بيحاولوا ينزلوا المراية من الصندرة. المراية بتبدأ تفك الحبل لوحدها وبتتحرر من إيديهم. الأرواح بتهاجم العيلتين وبتوقع لورين في القبو وبتحبسها فيه، بينما جودي بتتلبس وبتطلع الصندرة عشان الشبح يحاول يشنقها. إد وتوني بيقدروا يقطعوا الحبل وبيقعوا كلهم من سقف الصندرة. جودي بتكون فاقدة الوعي وأهلها بيحاولوا يفوقوها لحد ما بتفوق. كيان المراية بيحاول يقتل الوارنز وتوني للمرة الأخيرة. إد بيقرأ من الإنجيل عشان يطرد الشيطان، لكن الكتاب بيتحرق والمراية بتطير ناحيتهم وبتوقع توني في الأرض. لورين وجودي بيشتغلوا مع إد وبيحطوا إيدهم على المراية. جودي بتقول للكيان جملة You're not there، انت مش هنا، بكل قوتها. فالكيان بيصرخ وبيطلع من المراية وبيدمرها، وبتنتهي قصة الرعب دي للأبد. الصبح إد ولورين بيودعوا عائلة سمورل. توني بيساعد إد ياخد المراية المتكسرة ويحطها في المتحف بتاعهم جنب أنابيل. بعد كده جودي وتوني بيتجوزوا. من ضمن الضيوف في ناس ساعدوهم زمان زي كارولين وسيندي بيرون وبيجي وجانيت هاتشسون وديفيد جلاتسل. وهم بيرقصوا لورين بتحكي لإد عن رؤية شافتها لمستقبلهم، إنهم هيكونوا أجداد وهيكملوا شغلهم في مساعدة الناس. إد بيقول إن ده حلم مثالي. الفيلم بينتهي بكلام مكتوب بيقول إن عيلة سامرل فضلت عايشة في البيت ده 3 سنين تانيين، وهم بيقولوا إن الأحداث المرعبة دي قوت علاقتهم ببعض. إد ولورين فضلوا متجوزين 50 سنة لحد ما صحة إد اتدهورت، ولورين فضلت ترعاه لحد ما مات في 2006. هي ما اتجوزتش تاني وماتت سنة 2019. وبيقول إن شغل الوارنز ده ما كانش موثوق فيه علميا، بس هم رواد في المجال ده وما كانش ليهم بديل في مساعدة الناس. لو استمتعت بالتلخيص ده اللي فيه الرعب والحب، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة سبسكرايب عشان تشوف ملخصات أكتر تخطف الأنفاس.